نيجي لتاني حاجة بقى وهي استخدامك لللابتوب. انت لازم تحدد استخدامك لللابتوب او الكمبيوتر اللي انت عايز تشتريه. بناء عليه هنبدأ نحدد قوة البروسيسور بتاعتنا. قوة البروسيسور بتتقسم عن طريق كذا حاجة. أول حاجة وهي سرعة البروسيسور، ودي بتتقاس بالجيجا هرتز. تاني حاجة عدد الأنوية والمسارات، ودي اتكلمنا عليها دلوقتي. تالت حاجة دقة التصنيع والمعمارية بالتفصيل بقى. أول حاجة سرعة البروسيسور، وهي قدرة البروسيسور على تنفيذ كام دورة في الثانية. والدورة هي إن البروسيسور يجيله داتا يبدأ يعمل عليها عملياته ويبدأ يطلع ناتج. دي كده دورة واحدة. طبعا انت بتحتاج آلاف الدورات في الثانية الواحدة. فمعنى كلمة بروسيسور كور اي 5 مثلا 3.4 جيجا هرتز، ده معناها ان البروسيسور ده بيقدر ينفذ 3.4 جيجا دورة في الثانية الواحدة. تاني حاجة قلناها عدد الأنوية والمسارات، ودي اتكلمنا عليها من شوية بالتفصيل. تالت حاجة وهي دقة التصنيع، ودي برضو اتكلمنا عليها. المعمارية هي من الآخر كده زي الاستراكشر اللي بيتبني بيه المعالج ده، وده بيتحدد عليه توافقيته مع شوية برامج أو قدرته إن هو يشغل برنامج أحسن من البروسيسور التاني اللي معمول بمعمارية قديمة مثلا. فلو استخدامك عادي يوتيوب وفيسبوك وشوية بي دي افات، شوية ملفات وورد واكسل، ممكن تروح مع اقل اختيار وهو كور اي 3. تشتري من رايزن فانت برضو روح مع رايزن 3، والبروسيسور يكون اخره حرف جي. ده كده معناه ان هو جواه كارت شاشة داخلي، مش محتاج تشتري كارت خارجي وتكلفة زيادة، فانت معاك كارت جوه البروسيسور. وبشكل عام تبعد عن اي بروسيسور انتل مكتوب اخره حرف اليو او حرف الواي، وهنفهم ليه في اخر الحلقة. طيب لو انت مبرمج بتاع الكور اي 5 من غير برضو كارت شاشة، كفاية كارت الشاشة الداخلي بتاع البروسيسور، او برضو تستنى على رايزن 3 برضو هيأدي لك المهام اللي انت عايزها. ولو انت مثلا جايب كور اي 3 جيل حديث، جيل 10 او 11، برضه هيشتغل لك برمجة بشكل كويس. طب لو انت جيمر، طبعا هو الجيمنج بيعتمد اكتر على كارت الشاشة، فحلقتنا اللي جاية هيبقى معظمها عن الجيمنج والمونتاج، لكن في برضه انت محتاج بروسيسور كويس. وانا انصحك لو في الالعاب ممكن تجيب مثلا انتل كور اي 5 جيل جديد، او كور اي 7 جيل قديم شويه. وطبعا بالنسبه للالعاب زي ما قلت لك اعتمد على كارت الشاشه اكتر، فانت ممكن اصلا تنزل بالبروسيسور لكور اي 3 بس يكون جيل جديد، او رايزن 3، بس ساعتها هتجيب برضو كارت شاشه كويس وتشوف مدى توافقية كارت الشاشة مع البروسيسور. وده برضه هنعرفه الحلقة الجاية. أنا بحاول بس أتجنب أي موضوع ليه علاقة بكروت الشاشة علشان الحلقة الجاية هيكون هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضة. طيب بس لو أنت هتلعب، لو أنت جايبه للألعاب، اللابتوب أو الكمبيوتر جايبه للألعاب بس هتعمل ستريم، ودلوقتي موضوع الستريم ده منتشر ان انت تلعب وتعمل ستريم، فهنا انت بتعمل مالتي تاسكينج زي ما اتكلمنا من شويه، انت بتعمل كذا حاجه جنب بعض. انت هنا بتروح مع الاختيار اللي بيديك مالتي تاسكينج اكتر، اللي بيديك عدد انويه اكتر وعدد مسارات اكتر. وفي الحاله دي انصحك طبعا برايزن متفوق قوي في حكايه عدد الانويه وعدد المسارات. يعني فلو رحت لخيار زي اي ام دي رايزن 5 3600 مثلا، فانت بتتكلم ان انت معاك 6 انويه ب 12 مسار. انت الاقوى في الالعاب، لكن الفرق بينهم مش كبير. كده كده في الالعاب انت هتعتمد على كارت شاشه اكتر. طيب لو انت بقى صانع محتوى بتعمل بقى فيديوهات 4K كده وبتمنتج وبتعمل ايديتنج وشغل تقيل، فالموضوع ده ملوش ثوابت خالص. يعني في ناس كتير بتفتكر ان الشغل ده محتاج كارت شاشة قوي جدا، وبالعكس هو بيعتمد اكتر على البروسيسور. يعني انت ممكن تجيب كارت شاشة متوسط مع بروسيسور سريع وقوي ومالتي ثريدنج عشان يديك مالتي تاسكينج، يعني مسار برضو هي. فانت خليك دايما مثلا في يعني كور اي 7 او رايزن 7 مع كارت شاشه متوسط. طبعا ده هيديك اداء عالي. طبعا لو انت البادجت محدوده شويه وعايز برضو تشتغل في المونتاج، عادي جدا ممكن تشتغل بكور اي 5 او رايزن 5، بس حاول يخلي الكور اي 5 يعني احدث جيل تقدر تجيبه، لكن ما تنزلش عن كده. يعني ما تنزلش لكور اي 3 او رايزن 3. ما انصحكش الكور اي 5، حتى هو هيشتغل معاك بس هيبقى تقيل شوية. وفي النهاية خلاص قدرت تحدد البروسيسور بتاعك، قدرت تحدد انت عايز انه بروسيسور تحديدا. خلاص عندك كذا اختيار، مثلا انا عندي كور اي 5 والله جيل 8 او رايزن 5 جيل اول، اختار انه فيهم.
هتبدأ هنا بقى للمرحلة الأخيرة، وهي إن أنت تشوف ريفيو أو بنش مارك للبروسيسور ده. هتبدأ مثلا أنت بتستخدم برنامج أدوبي بريمير، فهتبدأ تشوف فيديوهات مثلا على اليوتيوب لأدوبي بريمير وهو شغال على رايزن 5 الجيل الأول، أو كور اي 5 جيل تامن، وأنت ساعتها اللي هتقدر تحدد أنه أحسن في الشغل. ونيجي بقى للجزئية الأخيرة وهي الحروف اللي بعد البروسيسور. حاول باختصار، يعني هتلاقي حروف كتير، بس حاول ان انت تجيب دايما البروسيسور اللي من غير حروف. ده كده معناه ان البروسيسور ده اوريجينال مش ملعوب فيه. مش معنى كده ان اللي وراه حرف ان هو مش اوريجينال، لا هو اوريجينال برضو. في الكمبيوترات زي ما قلنا حرف الاف معناه ان البروسيسور ده متشال منه كارت الشاشه الداخلي. في اللابتوبات حرف الواي وحرف اليو ما تشتريهمش، لان ده معناه ان البروسيسور ده موفر في الطاقه وموفر في الحراره، وده بيبقى على حساب الاداء. البروسيسور العادي ده بيبقى كويس، والاتش او الاتش كيو او الكيو ام، كل دي بروسيسورات بتبقى كويسه في اللابتوب. لو وصلت لحد هنا يبقى انت كده وصلت لاخر حلقاتنا، وانت تقريبا كده جينيوس في البروسيسور. فما تنساش بقى تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتتابعنا، علشان الفيديو اللي جاي هحاول اخليه على طول لكارت الشاشة. سيب لنا في التعليقات رأيك، ولو عندك اي سؤال وانا هرد عليك. وما تنساش بقى تعمل فولو على انستجرام وعلى تيك توك، واستنى الفيديوهات الجديدة اول باول. سلام.